بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي شباب تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معاكم مستر شريف انجلش تيتشر، والنهارده إن شاء الله هنكمل الجرامر الخاص بيونت 2 ونخلصه بالكامل. النهارده هناخد الباست سامبل الماضي البسيط والباست كونتينوس الماضي المستمر، وإزاي نربط ما بينهم باستخدام الروابط الزمنية. تابع معايا للآخر عشان تفهم كل حاجة. يلا بينا نبدأ. أول حاجة نبدأ بالباست سامبل. الباست سامبل اللي هو الماضي البسيط. يعني إيه أول حاجة ماضي بسيط؟ ماضي بسيط ده يعني حاجة حصلت في الماضي وانتهت، باتكلم جاي من اسمه إن دي حاجة حصلت في الماضي إيه وانتهت. طيب خلينا الأول كده نشوف تكوينه. بسيط جدًا، بنبدأ بالsubject. يعني إيه الsubject؟ يعني الفاعل. الفاعل اللي هو إيه؟ ممكن يكون I, you, he, she, it, we, they، أي حاجة من دي. وبعد كده بييجي التصريف التاني للفعل أو الفعل في الماضي. وعندنا التصريف التاني للفعل زي ما إحنا عارفين، يا إما لو regular verbs اللي هي الأفعال النظامية بنضيف لها دي أو ED أو IED. طيب الأفعال الirregulars اللي هي الغير نظامية، كل اللي عليك هتعمله بتحفظها زي ما هي. زي إيه مثلًا؟ زي فعل زي see، saw، زي go، went. تمام، طبعًا كلكم عارفينهم بس محتاج تحفظهم كويس جدًا. طيب يبقى كده إحنا عرفنا تكوينه. الsubject الفاعل ممكن يكون ضمير فاعل زي ما قلنا من شوية، أو ممكن يكون اسم شخص عادي، وبعد كده بييجي التصريف التاني للفعل. طيب ممتاز جدًا. طيب لو عايز أنفي، كل اللي عليك هتعمله هتحط did not أو didn't قبل الفعل وترجّع الفعل لأصله. يعني إيه؟ يعني مثلًا لو أنا عايز أقول I went to the school yesterday، أنا رُحت المدرسة امبارح، عايز أقول أنا ما رُحتش، هاعمل إيه؟ أحط I زي ما هي، وأحط بعد كده إيه؟ didn't أو did not، وبعد كده أرجّع الفعل الأصلي. الفعل الأصلي اللي هو went اللي هو ذهبت، هيرجع الأصل اللي هو go. فيبقى I didn't go to the school yesterday. I didn't go to school yesterday. أوكي يا شباب؟ طيب كويس جدًا. يبقى كده عرفنا تكوينه والنفي. النفي برضه سهل جدًا. طيب يا شباب، ملحوظة صغيرة عايز أقول لك عليها بخصوص نقطة النفي. لمّا آجي أنفي باستخدام verb to be، verb to be زي ما إحنا عارفين اللي هو am is are في الpresent أو was or were في إيه؟ في الpast. بما إننا بنتكلم في الpast فإذًا إزاي أنفي was أو were؟ طبعًا مش هاستخدم الطريقة اللي قُلت لك عليها اللي هي did not وبارجّع الفعل لأصله، لأ، كل اللي عليك هتعمله هنا هتبقى was not أو were not أو wasn't أو weren't، بس كده، تمام؟ زي ما آجي أقول لك مثلًا I wasn't at school yesterday، أنا ما كنتش في المدرسة امبارح. We weren't at school yesterday. was مع المفرد، were مع الجمع طبعًا. أوكي. طيب يبقى كده عرفنا التكوين وعرفنا النفي وإزاي أنفي verb to be. طيب عايزين نعرف استخدامه زي ما قُلت لك من شوية، حاجة حصلت في الماضي وانتهت، ما لهاش علاقة بدلوقتي، أو عادة كانت شغالة في الماضي. زي ما أقول لك مثلًا when I was young I ran every day in the morning. لمّا كنت صغير كنت باجري كل يوم الصبح. when I was young I ran every day in the morning. لمّا كنت صغير كنت باجري أو بامارس رياضة الجري كل يوم الصبح. فإذًا هنا دي عادة كانت موجودة في الماضي وانتهت. يبقى إذًا استخدامه حاجة حصلت في الماضي ومش موجودة دلوقتي، أو عادة كانت موجودة في الماضي ومش موجودة دلوقتي. طيب كده خلصنا past simple الماضي البسيط، سهل جدًا ما فيهوش أي حاجة. طيب خلّينا ندخل على الpast continuous اللي هو الماضي المستمر. طيب إيه الماضي المستمر وإيه الفرق ما بينه وبين الماضي البسيط؟ هو جاي من اسمه ماضي مستمر، إنه حدث كان حصل في الماضي واستمر لفترة. طيب هنعرف كل حاجة دلوقتي، الأول نشوف تكوينه. تكوينه يا شباب اللي هو الsubject زي ما قُلنا اللي هو I, he, she, it, you, we, they، أي حاجة من دي. وبعد كده was aware، بعد كده verb ing، بعد كده was aware وزي ما قلنا was مع المفرد were مع الجمع، تمام. وبعد كده verb ing زي لما اقول لك مثلا I was studying yesterday at 7، كنت امبارح بذاكر الساعة 7. I was studying yesterday at 7، تمام. حطيت was aware زائد verb زائد ing، ده تكوينه. طيب لو هنفيه برضه سهل جدا، كل اللي عليك هتعمله هتحط not بعد was aware. زي ما اجي انفي الجملة اللي انا قلتها لك هقول لك I was not studying yesterday at 7. I was not studying yesterday at 7. أنا ما كنتش باذاكر امبارح الساعة 7. يبقى نفي was not أو were not أو wasn't أو weren't الاختصار بتاعهم. طيب ممتاز جدا. طيب يا شباب، لو عايز أكون سؤال، في نوعين عندنا من الأسئلة زي ما أنتم عارفين، yes or no question، السؤال بنعم أو لا، أو WH question. أول حاجة لو هنسأل yes or no question، كل اللي عليك هتعمله هتحط was aware at the beginning of the sentence. هتحط was aware في بداية الجملة، يعني نفس الجملة اللي خدناها من شوية. عايز أسأل هل هو كان بيذاكر مثلا امبارح الساعة 7؟ فهقول Were you studying at 7 yesterday? Were you studying at 7 yesterday؟ بعد كده question mark. كنت بتذاكر بالليل امبارح الساعة 7؟ طيب ده yes or no question. طب لو عايز أسأل WH question هعمل إيه؟ زي ما أقول لك what were you doing yesterday at 7؟ What were you doing yesterday at 7؟ كنت بتعمل إيه امبارح الساعة 7؟ What
بعد كده was aware حطينا where علشان you، بعد كده you اللي هو السبجكت، بعد كده verb ing what were you doing، وكمل السؤال عادي. yesterday at 7 كنت بتعمل ايه امبارح الساعة 7؟ تقول لي I was studying at 7 yesterday كنت بذاكر امبارح الساعة 7. اوكي، يبقى كده عرفنا الافيرماتيف اللي هي الجملة المثبتة والنفي والسؤال yes or no question و WH question. فاضل نعرف ونفهم استخدامات ال past continuous اللي هو الماضي البسيط. طيب أهم استخدام ليه إن هو حدث كان مستمر في الماضي وقطعه حدث آخر، حدث كان مستمر في الماضي وقطعه حدث آخر. طيب إذا لما أقول لك حدث كان مستمر وحدث تاني قطعه، فإن إحنا هنا بنتكلم على حدثين. طيب ركز معايا في النقطة دي عشان هنرجع لها كمان شوية. ده استخدام. طيب تاني استخدام إن حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي. يعني إيه وقت معين في الماضي؟ يعني من شوية زي ما قلت لك I was studying at 7 yesterday، أنا كنت بذاكر الساعة 7، وقت محدد الساعة 7. حدث كان مستمر في وقت محدد اللي هو الساعة 7، فضل مستمر لفترة. تالت استخدام ممكن استخدمه لما اجي اعبر عن حدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. يعني مثلا انا كنت بذاكر، ماما كانت بتطبخ او بتحضر الاكل، حدثين شغالين في نفس الوقت. طيب كويس جدا. طيب احنا دلوقتي خدنا الباست simple الماضي البسيط، وخدنا الباست continuous الماضي المستمر. دلوقتي عايزين نربط الزمنين ببعض او نعرف ازاي نستخدم روابط الزمنيه عشان نربطهم ببعض. في البدايه خليني اقول لك الروابط الزمنيه دي رابط بنستخدمه عشان زي ما قلت لك بربط حدثين ببعض. تمام، فاذا بما اني بقول لك حدثين اذا هنا في اكتر من زمن. طيب اول حاجه خليني اقول لك عندنا while و as و just as. while و as و just as دول معناهم اثناء او بينما. بص يا حبيبي، انا مش عايز احفظك واقول لك دي بيجي بعدها ايه ودي بيجي بعدها ايه، ولما تشوف while تحط ايه وما تشوف when تحط ايه. لا، انا مش عايزك تحفظ كده خالص، انا عايزك تفهم. طيب انا قلت لك من شويه اما نيجي خدنا الماضي البسيط وخدنا الماضي المستمر عشان نستخدم الرابط ونربطهم ببعض. فاذا قلت لك لما نيجي نربطهم هنحتاج رابط زمني ونحتاج الزمنين. طيب هتربطهم ازاي وايه اللي بيجي الاول وايه اللي بيجي بعد كده؟ خليني افهمك. احنا قلنا الباست continuous اللي هو الماضي المستمر بنستخدمه حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي، حدث مستمر. طيب لما يجي حدث تاني طرأ عليه وقطعه، الحدث اللي طرأ عليه وقطعه ده هو الماضي البسيط. زي ايه؟ طيب مش فاهم. لما اجي مثلا اقول لك while I was studying لما كنت بذاكر the electricity went out. while I was studying the electricity went out يعني ايه الكلام ده؟ يعني بينما انا كنت بذاكر I was studying the electricity الكهرباء went out قطعت. خلي بالك من الفعل went out اللي هو معناها الكهرباء فصلت، went اللي هو التصريف الثاني من go. فاذا هنا الجملة الثانية الباست سامبل أو الماضي البسيط، والجملة الأولانية اللي هو الحدث اللي كان شغال كان مستمر، ده الباست كونتينوس الماضي المستمر. تاني يا شباب عشان نفهم، الحدث اللي كان شغال ومستمر ده باست كونتينوس أو إيه؟ ماضي مستمر، لو جاي من اسمه ماضي مستمر، حاجة مستمرة شغالة. طب الحدث المفاجئ اللي حصل وقطع الحدث اللي كان شغال ده بحطه في الباست سامبل. دي القاعدة الأساسية اللي عايزك تفهمها. بس كده، مش هتفرق بقى معاك الروابط ان ده بيجي بعديه ايه وده بيجي بعديه ايه. انت عندك زي ما قلت لك while وas وجاست as معناها بينما او اثناء، عندك when معناها عندما. عندك في كتاب الوزاره بيقول لك ان when بيجي بعديها past simple ماضي بسيط، وwhile واس وجاست as بيجي بعديهم past continuous ماضي مستمر. ده كتاب الوزاره اللي قال لك عليه، ولكن في الواقع الكلام ده مش دقيق. عادي ممكن اجيب بعد when past continuous او past simple مفيش مشكله، ممكن برضو بعد while اجيب past continuous او past simple مفيش اي مشكله. ولكن انا عايزك تفهم تاني، هقول لك الحدث اللي كان مستمر او شغال معانا اللي هو مثلا لما اقول لك كنت بذاكر ده حدث مستمر، جه حاجه قطعته زي مثلا لما النور او الكهرباء قطعت، فده ايه؟ الحدث المفاجئ او حدث الطارئ ده past simple اللي هو الماضي البسيط، ولكن اللي مستمر ده الباست continuous. في ملحوظه كمان يا شباب عايز اقول لكم عليها بخصوص while. طيب while ممكن يجي بعديها verb ing على طول من غير السبجكت او من غير الفاعل. طيب ازاي الكلام ده وامتى؟ في حاله ان الجمله الثانيه هيكون نفس الفاعل اللي في الجمله الاولانيه. طيب زي ايه؟ لما اجي اقول لك مثلا لما كنت بلعب كوره انا وقعت، لما كنت بلعب كوره انا وقعت، انا بتكلم على نفس الفاعل في الجمله الاولى اللي هو انا كنت بلعب كوره، وفي الجمله الثانيه انا اللي وقعت، نفس السبجكت او نفس الفاعل. طيب هنا لو بستخدم while ونفس السبجكت اللي في الجمله الاولى او نفس الفعل اللي في الجمله الاولى هو اللي في الجمله الثانيه، فانا ممكن اشيل السبجكت من الجمله الاولى. طيب ازاي الكلام ده؟ خلينا ناخد مثال. طيب لو جيت قلت لك while playing football I fell down، لما كنت بلعب كوره انا وقعت، انا عملت ايه هنا؟ انا شلت شلت السبجكت ونفس المعنى ما اتغيرش. يبقى اذا هنا while ممكن يجي بعديها verb ing بشرط ان يكون نفس الفعل اللي في الجمله الثانيه هو اللي في الجمله الاولى. طب يا شباب عندنا بعد كده during دي استخدامها زي استخدام while، ولكن during بيجي بعديها noun، during معناها في أثناء.
بيجي بعدها إيه noun يعني اسم. طيب ناخد مثال عشان نفهم. لو جيت قلت لك while I was watching the film the electricity went out. طيب عايز استخدم during بدل while، هعمل إيه؟ حط during the film بعد كده الجملة التانية the electricity went out. طب أنا عملت إيه هنا؟ حطيت إيه during بعديها the film، لأنه إحنا قلنا during بيجي بعديها الاسم على طول، تمام؟ وبعد كده كملنا الجملة التانية عادي، فهتدينا نفس المعنى أثناء مشاهدة الفيلم أو أثناء الفيلم إيه اللي حصل؟ الكهرباء قطعت. طيب تمام، يبقى كده قلنا during بيجي بعديها noun أو اسم. أوكي. آخر ملحوظة يا شباب عايز أقول لكم عليها، وهي استخدام when لما يجي بعدها past simple past simple ماضي بسيط ماضي بسيط، وفي الحالة دي معناها إن حدثين حصلوا ورا بعض على طول، حدثين حصلوا ورا بعض على طول. زي إيه مثلًا؟ لما آجي أقول لك I lost some important files، أنا فقدت بعض الملفات المهمة when my computer broke، لما الكمبيوتر بتاعي اتكسر. حدثين حصلوا ورا بعض على طول، يعني الكمبيوتر اتكسر، مجرد ما اتكسر كل الملفات اللي عليه ضاعت مثلًا أو باظت. فإذًا هنا قُلت لك أنا فقدت بعض الملفات المهمة لمّا الكمبيوتر اتكسر، فحدثين حصلوا واحد تلو الآخر على طول ما خدوش وقت، استخدمنا معاهم when past simple وبعد كده past simple. تمام يا شباب؟ كده إحنا خلصنا كل حاجة متعلقة بالدرس ده اللي هو الpast simple والpast continuous والروابط الزمنية. أتمنى تكونوا فهمتوا كل حاجة، لو في حاجة مش واضحة بالنسبة لكم عيد الفيديو تاني، وممكن تكتب لي تعليق أو تبعت لي على رقم الواتساب اللي سايبه لك تحت، هارُد عليك بنفسي. إن شاء الله انتظروني فيديو جديد هنحل مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.